وطبعا قبل اي حاجه يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي. انا جيت. فيلمنا بيبدا بعد 3 سنين من الكارثه العالميه اللي ظهرت فيها وحوش غريبه على الارض وبدات تهاجم البشر وتقتلهم. المدن كلها اتدمرت والبشر اللي فيها ماتوا، والوحوش دي سموها الريبرز، واسباب ظهورهم لسه مش معروفه. الريبرز دول عندهم نقطه ضعف ان هم ما بيقدروش يطلعوا الجبال او المناطق المرتفعه، وخصوصا الاماكن اللي ارتفاعها اكتر من 8000 قدم. البشر اللي نجوا كانوا اما ساكنين في اماكن بعيده عن الريبرز او هربوا بسرعه منهم، علشان كده عملوا خطوط على الارض يحددوا بيها المناطق الخطره اللي الريبرز ممكن يظهروا فيها، واي حد يعدي الخط ده بيبقى في خطر. في وسط الاحداث بنتعرف على ولد صغير اسمه هانتر، واللي كان في طريقه لجبل اسمه روكي. الجبل ده ارتفاعه 7740 قدم، يعني يعتبر في منطقه خطر، وتحت الخط الاحمر ب 260 قدم. هانتر كان بيحب المغامره وبينزل تحت الارض يستكشف المناطق المحيطه بيه. في مره شاف اطفال بيلعبوا بعيد وفجأة سمع صوت وحوش فقلق وقرر يرجع بسرعة لقمة الجبل. وهو بيطلع الأصوات بدأت تقرب، وفعلا كان في وحش من الريبرز بيجري وراه. هانتر فضل يجري لحد ما قدر يوصل للخط بأمان، والوحش وقف وما قدرش يعدي. الوحش رجع وهانتر كان بينهج من التعب والخوف. بعد كده بنشوف إن في بيوت وقرى صغيرة فوق الجبل، في ناس عايشة هناك. القرية اسمها لوست وبتقع على ارتفاع 8460 قدم، وساكن فيها حوالي 193 شخص. هانتر رجع لبيت أبوه ويل اللي كان مستنيه فوق. ويل بيلاحظ إن هانتر قلقان فبيسأله مالك. هانتر بيجاوب وبيعترف انه عدى الخط، وبيقول له كنت عايز اشوف الناس اللي عايشين في الجبال التانية. كمان بيضيف انه بيتقال ان الوحوش دلوقتي في حالة خمول نوعا ما. ويل كان شايف ان اللي عمله هانتر تصرف مستهتر، لكنه بيتكلم معاه بهدوء وبيقول له انه غلطان وبيطلب منه ما يعملش كده تاني. بعدها ويل بيقرر يخرج يصطاد مع صاحبته واللي بيكون اسمها كيتي، وبيقدروا هما الاتنين يصطادوا غزالة. وهم شايلين الغزالة كيتي بتسأله عن هانتر، فبيحكي لها عن اللي حصل، وبيقول لها ان هانتر كان بيبص على قرية ريد روك لان فيها اطفال في نفس سنه. كيتي بتتفهم الموقف وبتقول له طبيعي ان هانتر يعمل كده لانه الطفل الوحيد في قريه لوست، لكنها بتاكد على اهميه السلامه وبتضيف الاولويه اننا نبقى بخير. بس في ناس كتير مش قادره تتكيف مع العزله اللي احنا عايشين فيها. لكن ويل كان عنده احساس تاني، شاكك ان هانتر عايز يشوف المكان اللي شاف فيه امه اخر مره. بعد كده بنتعرف على جاره ويل واللي بيكون اسمها نينا، اللي كانت عالمه فيزياء. نينا كانت دايما بتضرب نار على حاجه معينه، واللي كانت عباره عن جزء من الوحش، وده لانه بيستخدمه في الدفاع عن نفسه. هي كانت بتحاول تكتشف نقطه ضعف الوحش وبتجرب عليه ذخيره سلاح مخصوصه. تاني يوم الصبح ويل بيصحى وبيفتكر ذكرياته القديمه، وبنعرف ان ويل كان عايش مع مراته تارا زمان، لكن الامور اتغيرت لما تارا قررت تنزل مع نينا وعدوا الخط. ومن يومها تارا ما رجعتش، وده خلى ويل يربي هانتر لوحده. مهمه تربيه هانتر كانت صعبه جدا، خصوصا ان هانتر كان عنده مرض خطير بيخليه مش قادر يتنفس كويس، علشان كده كان محتاج جهاز معين وانابيب اكسجين علشان يقدر يتجاوز الازمه. هنا ويل كان بيغير له انبوبه الاكسجين، لكن المشكله ان دي كانت اخر انبوبه اكسجين عندهم. الوضع ده خلى ويل يفكر يروح مدينه اسمها بولدر علشان يجيب انابيب اكسجين جديده. تاني يوم قرر يعلم ابنه الزراعه والصيد علشان يعتمد على نفسه ويعرف يجيب الاكل. ويوميها كان عيد ميلاد هانتر، وويل لانه ما كانش معاه فلوس عمل مقايضه علشان يجيب وجبه مكرونه بالجبنه. لما رجع بيها لهانتر الولد كان فرحان جدا، وهانتر طلب من ويل انه يشغل الراديو، لكن ويل رفض وقال له ما ينفعش نقدر الكهرباء في الشتاء لاننا بنعتمد على الطاقه الشمسيه والكهرباء قليله. بعدها بنشوف ويل قعد مع كيتي اللي سالته لو كنا عايشين حياتنا الطبيعيه كنت هتعمل ايه دلوقتي. رد عليها وقال كان زماني بتفرج على ماتشات الهوكي مع ابو طاره، مع اني ما كنتش بحب الرياضه بس كنت مستمتع بالخروج والصحبه معاهم. بالليل هانتر تعب فجاه وكان محتاج انبوبه اكسجين جديده، بس ما كانش في حاجه اضافيه. اضطر ويل انه يديله حقنه خاصه عشان تزود مستوى الاكسجين عنده كويس وتساعده يتنفس 5 ايام كمان لحد ما يلاقي حل. هنا ويل بيقرر بانه لازم يروح مدينه بولدر عشان يجيب انابيب اكسجين من المستشفى لانقاذ هانتر. اول خطوه كانت انه يروح لنينا ويطلب منها تيجي معاه لانها الوحيده اللي نجت من هجمات الوحوش وبتعمل عليهم تجارب وابحاث كتير، فكانت الشخص الانسب للمهم. وبنشوف ان من كلامهم بنكتشف ان نينا هي اللي خدت تارا مرات ويل معد الخط زمان علشان كانت عايزه تروح لمختبرها في مدينه بولدر، وده السبب اللي بيخلي ويل يكرهها انه بيشوف انها السبب في موت تارا. لكن رغم كده اضطر يطلب منها تيجي معاه بسبب خبرتها. وبنشوف ان نينا رفضت في البدايه وقالت له انا ما كنتش متوقعه انك هتفكر تروح هناك، الطريق لبولدر خطر جدا ومليان وحوش. لكن ويل رد عليها انا عارف طريق امن. نينا كانت مصره مفيش حاجه اسمها طريق امن، كل الطرق اللي بتوصل لبولدر تفضل تحت الخط، وانا متاكده من ده لان المختبر بتاعي هناك. ويل حاول يقنعها وقال لها انه مضطر يروح لان من غير انابيب الاكسجين هانتر هيموت، لكن نينا رفضت وقالت انا مش هخاطر بحياتي. مره واحده بس الحظ ساعدني وقدرت انجو من الوحوش. ويل هنا بيكلمها وهو غضبان وقال لها بسببك تارا ماتت فلازم تيجي معايا وتسد الدين اللي عليك. انا عارف طريق في الجبال هيخلينا نعدي الخط مرتين بس،
وبعدين انا متاكد انك نفسك تنزلي علشان تجربي تقتلي الوحوش. نينا حذرته في الاخر وقالت له ما تنساش ان مدينه بولدر تحت الخط ب 2000 قدم، خطر هناك اكيد. ويل كان عارف ان لو وصلوا لبولدر سالمين الوحوش هتكون في انتظارهم، ووحش واحد بس كفيل بالقضاء عليهم. لكنه رد على نينا وقال لها انا عارف كل ده بس ما عنديش اختيار تاني، وبعدها سابها ومشى. هنا نينا قعدت مع نفسها وبدات تفتكر اللحظه اللي الوحوش هجموا فيها عليها وعلى تارا، والذكريات دي خلتها تقرر في النهايه انها تنضم لويل في الرحله. قبل ما يتحرك ويل طلب من واحده جارته انها تقعد مع هانتر خلال فتره غيابه. بعدها راح لصاحبه تيم واخد منه اسلحه وذخيره خاصه تقدر تبطئ حركه الوحوش. في الوقت ده كيتي قابلت ويل وقالت له ليه ما قلتليش انك طالع في رحله زي دي؟ انا مش هسيبك وجايه معاك. لكن ويل حاول يقنعها انها ما تجيش وقال لها ان الرحله خطيره، وبنشوف ان كيتي مغرمه بويل بس ما قالتلوش. هنا كيتي رفضت وقالت انت محتاج حد يحميك، وكمان انا مش قادره استحمل العيشه هنا، عايز انزل تحت شويه. ورغم محاولات ويل من انه يمنعها تيجي معاه كيتي كانت مصممه وما كانش في حاجه تقنعها تغير رايها. نينا من ناحيتها كانت شايفه ان وجود كيتي معاهم خطر، وقالت لها انت عمرك ما قابلت وحش قبل كده ولا عارفه خطوره الرحله اللي احنا طالعينها، عمرك ما شفت وحش بيقطع بني ادم ولا شفت رصاص هو مش بيأثر فيه. لكن رغم تحذيرات نينا كيتي برضه ما غيرتش رايها وقررت انها تكون جزء من الرحله. قبل ما يتحركوا ويل ودع ابنه هانتر وقال له هرجع علشانك ما تخافش. بعدها انطلقوا الثلاثه في رحلتهم. نينا كانت جايبه معاها بوصله خاصه تكشف وجود الوحوش القريبه. لما وصلوا عند الخط جربت تشغل البوصله والنتيجه كانت ان مفيش وحوش قريبه. في طريقهم لقوا عربيه تبع الجيش، ويل قرر يفتشها على امل يلاقي ذخيره او اي حاجه تنفعهم. بينما كيتي قدرت تلاقي قطعه مناسبه تركبها على اسلحه لانها عندها خبره معقوله في الاسلحه. نينا كانت مركزه اكتر على تتبع اثار الوحوش، فضلت تراقب كل التفاصيل. نينا فجاه قالت لكيتي انت مالكيش لازمه معانا وجايه هنا بس لانك معجبه بويل. الكلمه دي عصبت كيتي جدا وزقتها والموقف اتحول لخناق، والاتنين بداوا يضربوا بعض لحد ما ويل اضطر انه يتدخل يفض الاشتباك. نينا ما اهتمتش وقررت تكمل طريقها بدون اي كلام. ولما مشوا شويه سمعوا اصوات حواليهم كلهم كانوا متوترين، لكن الاصوات طلعت اصوات حصنه، وده كان غريب جدا بالنسبه لهم ان في حصنه لسه عايشه بعد الخط. المهم فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لمنطقه تزلج اسمها فيستا على ارتفاع 7620 قدم، وكانوا خلاص قربوا يوصلوا لمرتفع 8000 قدم. فجاه البوصله بتاعت نينا بدات تدي اشارات ان في وحش قريب. نينا شافته من بعيد ولاحظت ان الشجر بيتحرك، شافت شعاع غريب طالع من الوحش. كل بدا يقلق جدا واللي اقترح انهم يجروا بسرعه ويعدوا خط علشان يبقوا في امان. لكن نينا كانت شايفه انهم مش هيلحقوا وقررت تروح بسرعه تركب التلفريك لانه هيقدر يوصل الخط بامان اسرع من الجري. هنا كيتي ما كانتش مقتنعه بخطه نينا وقررت تاخد اتجاه مختلف، لكن ويل وثق في نينا وراح يشغل التلفريك. في الوقت ده نينا فضلت تحت عشان تكسب له وقت والوحش بدا يظهر بوضوح. كيتي وهي خايفه حاولت تضرب الوحش بقذيفه من بعيد، لكن القذيفه ما عملتش فيه اي حاجه والوحش بدا يجري ناحيتهم. وبنشوف ان ويل قدر يشغل التلفريك وركب هو ونينا، لكن كيتي ادركت انها مش هتلحق تعدي الخط لوحدها وقررت تتسلق العمود بسرعه عشان تلحق تركب معاهم. في نفس الوقت نينا كانت بتضرب الوحش بالنار عشان تبتقه، لكنه بدا يحاول يقطع حبال التلفريك. كيتي نطت على التلفريك في اخر لحظه وويل لحق يمسكها قبل ما تقع. الوحش كان بيقرب منهم جدا لكنهم قدروا يعدوا ارتفاع 8000 قدم وده كان خط الامان. بس للاسف الحبل اتقطع فجاه وقعوا كلهم ورا الخط، وبدون تفكير جريوا باقصى سرعه علشان يعدوا الخط مره تانية. وبفضل جهدهم نجحوا في اخر لحظه والوحش وقف وابتعد. بعدها لقوا بيت مهجور على ارتفاع 8200 قدم وقرروا يقضوا الليله هناك. اثناء الراحه كيتي سالت نينا ازاي هنتخلص من الوحوش دي. هنا نينا ردت عليها وقالت لها ان الوحوش ظهرت فجاه في العالم كله وما كانش عندنا وقت ندرسها او نفهمها. في شهر واحد بس قتلوا 95% من البشر، هدفهم كان واضح هو القضاء على البشر، ونفسي الاقي اجابات لكل الاسئله اللي عندي عنهم. بالليل بقى لما نينا وكيتي ناموا ويل بدا يسترجع ذكريات قديمه، افتكر خناقه حصلت بينه وبين تارا مراته ولما كانت بتخطط تنزل مع نينا وتعدي الخط. ويل كان بيحاول يقنعها ان الموضوع خطر وان نينا بس بتدور على شهره واسمها يتذكر، لكن تارا كانت واثقه في نينا وقالت له كلها سنه وانابيب الاكسجين بتاعت هانتر هتخلص، ايه الفرق لما انزل دلوقتي او بعد سنه؟ ويل قال لها الفرق انك هتفضلي عايشه معايا لمده سنه، هو ده الفرق. تاني يوم الصبح المجموعه قررت تكمل رحلتها. وصلوا المنجم موجود في الجبال وبدا ويل يشرح الخطه ان احنا هنمشي في النفق ده لحد ما نوصل للناحيه التانيه اللي المفروض تكون امان وعلى ارتفاع 8023 قدم. المكان ده هيبعد عن مدينه بولدر حوالي 12 ميل. لما ندخل النفق هننزل من الدور التاسع للدور الثامن، بس خلي بالكم اي حاجه تحت الدور الثامن خطر جدا لاننا هنكون دخلنا في منطقه الوحوش. هنا نينا استغربت وسالته انت ازاي متاكد ان الناحيه الثانيه على ارتفاع 8023 قدم؟ ممكن النفق يكون فيه انحناءات تودينا ورا الخط. ويل ما ردش ونينا بدات تشك انه بيخدعهم، ولما ضغطت عليه اكتر اعترف انهم هيبعدوا عن الخط بحوالي 231 قدم وده معناه انهم هينزلوا في منطقه خطر. هنا نينا اتعصبت عليه وقالت له كان لازم تفهمنا خطوره الموقف قبل ما نطلع من القريه، لكن ويل حاول يهديها وقال لها ان البوصله اللي معاك هتساعدنا. ونشوف ان نينا بتصدمه وقالت له البوصله ما بتشتغلش تحت الارض وهي شغاله فوق الارض بس، والمشكله ان الوحوش بتقدر تشوف في الظلام وبتتبع ثاني اكسيد الكربون اللي بنطلعه وده بيخليها اسرع مننا بمراحل. نينا كانت متردده تدخل النفق لكن ويل حاول يطمنها احنا هنمشي في النفق لمده 45 ثانيه بس وبعدها هنكون في الامان. ونشوف ان هي ما كانش عندها حل تاني لانهم قطعوا مسافه كبيره وما
ومفيش رجوع، ودخلوا النفق وشغلوا كشافات علشان يشوفوا الطريق. كل واحد كان بيحسب خطوته بعناية، وهنا بقى بيتصدموا لما يلاقوا باب قدامهم قافل الطريق ومقفول باللحام، فكان لازم ينزلوا للدور السابع اللي هو ورا الخط يمشوا فيه حوالي 900 متر. نينا وكيتي كانوا مرعوبين، بس ويل قال لهم يا اما ننزل يا اما نرجع، وانا مستحيل ارجع. وافقوا على انهم ينزلوا بس بشرط انهم ما يجروش علشان ما يعملوش دوشه والوحوش تسمعوا. كمان الجري هيخليهم يتعبوا اكتر ويخرجوا ثاني اكسيد الكربون، وده هيزود فرصه ان الوحوش تحس بيهم. فخطتهم كانت انهم يتحركوا بهدوء، وبداوا ينزلوا السلم للدور السابع. وبعد ما مشوا شويه سمعوا صوت وراهم، وقفوا مكانهم يبصوا واكتشفوا ان في وحش وراهم، ومن غير تفكير طلعوا يجروا بسرعه. كيت رمت قنبله عليه علشان تعطله، فضلوا يجروا. ولما عدوا جنب جرار موجود هناك، الجرار ده عطل الوحش شويه، وهنا اضطروا انهم يدخلوا فتحه صغيره في الحيطه علشان يستخبوا. طفوا الانوار وحاولوا يكتموا انفاسهم على قد ما يقدروا علشان الوحش ما يتبعش ثاني اكسيد الكربون اللي بيخرج منه. الوحش دخل ديله للنفق وبدا يستشعر الجو، وكلهم كانوا كاتمين انفاسهم بصعوبه. هنا ويل قرر يولع شعله صغيره عشان يشتت انتباه الوحش، وده فعلا نجح وقدروا ياخدوا نفسهم ولقوا مخرج صغير. وكيتي دخلت اول واحده، لكن لسوء حظها كان في وحش مستنيها على الناحيه الثانيه وقتلها وسحب جثتها قدام عينيهم. واللي بينهار من الحزن على كيتي، وبعدها بيلاحظ وجود سلم وبيتسلقوه هو ونينا وبيطلعوا للدور الثامن. الاصوات وراهم بدات تقل، واخيرا لقوا مخرج وطلعوا من النفق. نينا كانت بتعيط على كيتي ونفسها تنتقم من الوحش اللي قتلها، بس قرروا يكملوا طريقهم. في السكه بيلاقوا بيت قدامهم وعربيه مركونه قدامه، فبيقتحموا البيت علشان يباتوا فيه الليله. ويل بيلاقي علبه مكرونه بالجبنه وبياكل هو ونينا. ونينا وهي قاعده بتقول له انا كنت بحب تورا جدا، كنت بدات احب كيتي، بس للاسف مصيرها كان الموت. ويل قال لها انا اللي غلطان، ما كانش ينفع اخدكم معايا في رحله زي دي، يا ريتنا تسلقنا الجبال من غير معدات احسن. نينا ردت عليه وقالت له الندم مش هيفيدك دلوقتي، خلي جواك احساس الغضب استخدمه علشان تنتقم. بعد كده ويل بيسالها ايه اللي موجود في المختبر بتاعك. نينا شرحت له في المختبر موجود مكعبات من المغنيسيوم، وانا عارفه ان جلد الوحوش مش بيخترق بسهوله، اعتقد ده بسبب انهم مشحونين بطاقه كهربائيه، ولو نظريتي صح اي قنبله او قذيفه متغطيه باكسيد المغنيسيوم هتقدر تاذيهم. الكلام ده عطى امل كبير لويل، لانه حس ان ممكن يكون في طريقه للتغلب على الوحوش. تاني يوم الصبح بيركبوا العربيه اللي لقوها، بيعدوا الخط وبينطلقوا باقصى سرعه لحد ما بيوصلوا لمدينه بولدر المهجوره تماما، وبيدخلوا المستشفى يدوروا على انابيب الاكسجين. بس للاسف ويل ما بيلاقيش حاجه وبيضيع وقت كبير وهو بيدور. واخيرا ويل بيلاقي الانابيب اللي كان بيدور عليها، بس نينا بتزعق له وبتقول له انجز الوحوش بتقرب. ويل بيملى شنطته بالانابيب وبيبدا يجري بسرعه. فجاه وحش بيظهر من ورا الحيطه بمخالبه وبيعطل طريقهم. ويل ونينا بيضطروا يطلعوا للدور اللي فوق، لكن الوحش بيطلع دراعه من ورا الحيطه فجاه ويلف حوالين ويل. ونينا بتشوف فاس قريب وبتضرب بيه الوحش بكل قوتها وبتنجح انها تحرر ويل، فبيجروا بسرعه بعيد عنه. نينا بتقرر تملى المكان بالدخان علشان تربك الوحش، وبيجروا لاوضه تانية بس كانوا متحاصرين. فجاه شعاع الوحش بيظهر وسط الدخان لبضع ثواني وبعدين يختفي، لكن قبل ما يفرحوا الوحش بيظهر فجاه وبيجري عليهم بسرعه شديده. ويل بياخد قرار سريع وبيضرب نار على انابيب الاكسجين، والنتيجه كانت انفجار شديد جدا. النار الناتجه عن الانفجار بتوقع الوحش من الشباك، والمفاجاه انهم بيكتشفوا ان الوحش مات بالفعل. وهم خارجين من المستشفى هنا بتقول لويل المختبر بتاعي قريب من هنا وانا لازم اروح له، لكن ويل كان متردد جدا وقال لها انا مش عايز اخاطر اكتر من كده، الانابيب اللي معايا كفايه وعايز ارجع بيها لهانتر في اسرع وقت ممكن. نينا ردت عليه وقالت له ان الانابيب اللي معاك دي هتقضي هانتر لمده سنه، وبعدها هتضطر تعمل نفس المغامره دي تاني، وفي يوم مش هتلاقي انابيب خالص. بس لو عندي امل وقدرت اصنع سلاح يقتل الوحوش دي العالم كله هيقدر ينضم لينا ويحارب الوحوش. كلام نينا اقنع ويل، فقرر يرافقها للمختبر وعلى امل انهم يلاقوا حل لانهاء تهديد الوحوش الى الابد. وبيركبوا العربيه وبيتحركوا للمختبر، لكن في نفس الوقت الوحش اللي كان مات في المستشفى بيبدا يصحى تاني. لما بيوصلوا للمختبر اللي كان على ارتفاع 5867 قدم، نينا بتقول لويل انا بس محتاجه 5 دقايق علشان اجهز كل حاجه. البوسطه ما كانش بتدي اي شعور ان في وحوش قريبه، لكن ويل من باب الحذر بيقف عند الشباك علشان يراقب المكان. اثناء كده بيلاحظ صوره نينا على المكتب وبيكتشف انها كانت متجوزه وكان عندها عيله. لما ويل سالها عن الصوره نينا حاولت تتماسك، لكن لما شافتها انهارت وبدات تعيط. ونينا بتحكي له انا الوحيده اللي نجيت من عيلتي. يوم ظهور الوحوش كنت هنا في المختبر، لكن عيلتي كانوا في البيت بيتفرجوا على ماتش كوره، واكتر حاجه وجعاني اني ما لحقتش حتى اودعه. اكيد انت حسيت نفس الاحساس لما فقدت تارا. ونينا بتعتذر لويل انا اسفه اني خاطرت بحياه تارا، واللي بيرد عليها بهدوء انا ما بقتش الومك على اللي حصل لمراتي، خلاص اللي فات مات. هنا نينا بتستعيد تركيزها وبتطلع مركب اكسيد المغنيسيوم اللي كانت محتاجاه وبتدهن بيه رصاصه وبتجرب تضربها على الجزء اللي الوحش بيدافع بيه عن نفسه، لكن للاسف التجربه فشلت. ومع ذلك نينا ما استسلمتش وكانت مصممه تكمل في تجاربها. هنا نينا بتقول لويل امشي انت وانا هكمل لوحدي، وجودك هنا خطر. واللي ما كانش عاوز يسيبها لوحدها، لكن نينا كانت مصره وبتقول له انا مش همشي من هنا غير لما انجح او الوحوش تقتلني، والعربيه بتاعتي لسه في الجراج فلو نجحت هقدر ارجع بنفسي. بعدها واللي مش عارف يقنع نينا ترجع معاه للقريه. في نفس الوقت هو مش قادر يفضل ورا الخط كتير لانه لازم يرجع لهانتر باسرع وقت، وبياخد العربيه وبيتحرك بسرعه، لكن لسوء حظه كاوتش العربيه بيتخرم وبتتقلب العربيه على جنبها. واللي بيصحى وهو سليم، لكن هنا بيبدا يسمع صوت الوحوش بتقرب منه. بيجمع حاجته بسرعه وبيطلع يجري في الغابه
الغابه، لكن الوحوش بتطارده. بيلاقي نفسه فجاه محاصر ب3 وحوش، بسبب اليأس اللي كان فيه بيبدا يضرب عليهم نار بكل ما عنده، لكن زي العاده الرصاص مش بيجيب اي نتيجه. فجاه بتظهر نينا من وراه وتضرب على اول وحش وبتقتله، وبعدها تاني والتالت، تنقذ ويل باعجوبه. ويل مش مصدق اللي حصل وفرحان جدا، ولما بيبصوا على بقايا الوحوش بيكتشفوا حاجه مذهله جدا، ان الوحوش دي طلعت آلات مش كائنات حيه. والنظريه هنا دي بتفسر ليه الوحوش مش بتنام ولا بتاكل، وهدفها الوحيد هو القضاء على البشر، لانها مبرمجه على كده. مع ذلك نينا وويل ما كانوش عارفين لسه مين اللي صنعها. بعد اللي حصل الاتنين بيكملوا طريقهم سوا، المره دي من غير خوف، لان نينا خلاص اكتشفت الطريقه اللي بتقتل بيها الوحوش. ولما يرجعوا للقريه ويل بيلاقي ابنه بيحضنه بشده، اما نينا فبترفع علم القراصنه كاشاره انهم لقوا الحل لقتل الوحوش. والكل في القريه بيبدا يقلد طريقتها ويدهنوا الرصاص باكسيد المغنيسيوم. ونينا ما اكتفتش بكده، لانها اصطادت اجزاء من الوحوش وبدات تدرسها عشان تفهم اكتر. مع تشكيل فريق جيد من المحاربين بيقرروا يعدوا الخط ويواجهوا الوحوش، وكل عنده امل جديد في استعاده العالم. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الفيلم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه، وكمان تكتب لي في الكومنتات رايك في الفيلم. سلام.